اهي طيبة قلبي دي اللي مشندلة حالي، وعشان قلبي طيب وبيحبكم في الله قررت ان انا اشارك معاكم اسهل وابسط طريقة ممكن تعملوا بيها البط. وانا شايفاكي يا كسلانة يلي دايما بتعملي البط في شوربة، كفاية شوربة بقى وتعالي جربي الطريقة دي، سهلة جدا ومميزة جدا جدا. ومن بين كل الطرق اللي انت بتشوفيها على السوشيال ميديا، البطة تمنها حوالي 600 700 جنيه، فكفاية ان هي غالية، مش هنكلفها بقى تكلفة زيادة على تمنها. وعشان داخلين على شهر رمضان الكريم وفي عزومات كتير وبنحب الاكلات البسيطة المميزة، قدمت لكم الوصفة دي. الطعم حكاية، اما بقى الريحة واللون فهو تحفة. لو اول مرة بتشوفوني انا رنا، ما ننساش اللايك والاشتراك، واكيد نصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. بطة غسلتها كويس جدا، وطبعا تكون منقوعة كويس. هقطعها قطع، قطعيها قطع زي ما تحبي، تقطعيها بقى على 10 قطع 15 قطع 20 قطعة زي ما انت عايزة. طبعا انا بهزر، قطعها زي ما انت حسب حجمها بقى. معايا هنا بصلايه وبنتها، وبنبه لازم البصله وبنتها ما ينفعش يكونوا اخوات. قطعتها شرائح بالشكل ده كده. طاسه على النار، واطمني يا ستي الطاسه اللي انت شايفاها قدامك دي وغلاوتك عندي ما انت مستخدمه غيرها، هي اللي هتستخدمي فيها كل الوصفه. نزلت بمعلقتين من الزيت، ما يكونوش كبار عشان البط فيه ماده دهنيه، فمش عايزين ايه يعني الامر يطلع من السيطره بقى، وانت عارفه ان الكرش يعني نقطه الزيت بتتاثر فيه. نزلت بالبصل، هنزل بقى بالبط بتاعنا القطع اللي احنا قطعناها، وهسيبه كده من غير ما يتغطى علشان الزفارة تطلع. بعد ما رصيت البط هرش عليه رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وهسيبه حوالي 5 دقايق على الجنب الاول ده، يعني مش هقلب غير بعد 5 دقايق. عدوا ال5 دقايق قلبي بقى البط على الجنب التاني، وبرضو مش هنغطي. الطيور بالذات يا بنات لازم اول شويه كده، حوالي اول 10 دقايق في التسويه لازم ما تكون الصينيه او الحله اللي انت مستخدمها بدون غطا عشان الزفاره تخرج، لان مهما تغسلي برضو لازم بيكون في نسبه زفاره كده. رشيت رشه من الملح والفلفل الاسود تاني، وبدات انزل بكوبايه كبيره من عصير الطماطم. الطماطم بتاعتي زي ما انت شايفه طبعا لونها اصفر كده مش محمره وحلوه. فنزلت بمعلقتين كبار من الصلصه، وعلى فكره الصلصه دي انا اللي عاملاها في البيت، لو انت عايزه الطريقه اكتبي لي في الكومنتات مش هقولك عليها. طبعا بهزر هقولك. بعد ما نزلت بالطماطم والصلصه هغطي بقى، وعلى نار تكون متوسطه كده هسيب البط لحد ما يستوي 3/4 تسويه، وباكد 3/4 تسويه علشان عايزين البط يكون مستوي. هخرج بقى البطه في اي حاجه موجوده عندك. وبعد كده يا بنات هنجهز الخضار بتاعنا، احنا هنعمل البط في صينية ايه خضار كده. شايفة بقى الصوص والعصارة اللي نزلت من البط. طبعا انا ما ضفتش اي ميه لان كانت الطماطم عليها، وانا بضربها في الخلاط كده كنت مزوداها ميه، لكن طبعا انت تابعيها لو لقيت الميه نشفت زوديها شويه بشويه. بطاطس متقطعه مكعبات كده او متقطعه شرائح تكون سميكه شويه علشان ما تتهريش على طول. كان عندي كوسه في الفريزر استخدمتها، نص قرن شطه حراق، وحوالي 3 فصوص من الثوم. لو عايزه تضيفي اي خضار تاني براحتك عيشي حياتك، يعني عايزه تضيفي جزر، عايزه تضيفي بسله، عايزه تضيفي فلفل الوان، كل الحاجات دي متاحه. يعني انا عايزاكي تخترعي في الصينيه دي اللي انت عايزاه اعمليه يا روحي. هدي بقى للخضار ده تقليبه، وعلى فكره انا هقلب الخضار في الصلصه بس كده، مش هسيبه يستوي ولا حاجه لان البط لسه ناقصه ربع تسويه. هنزل بمعلقه صغيره كده من البهارات المشكله، او ممكن بهارات لحمه او بهارات فراخ، اي حاجه هيمشي الحال يعني. الجيش قال لنا لازم نتصرف. هديهم تقليبه، وبعد كده البطه بتاعتنا اللي احنا طلعناها من شويه هننزل بيها تاني. وهقولك بقى على حاجة عشان الناس الكسلانة اللي ما بتحبش يعني تكهن نفسها كتير. شايفة كده البط انا بنزل بيه ازاي؟ الطبقة اللي هي اللي بره اللي هو الجلد بخليه تحت. ليه؟ عشان لما اجي احمرها احمر الوش ده كده، وبعد كده اقلبه على الجنب التاني بتاع الجلد، وما احتاجش ان انا اقلبه كتير، تبقى قلبة واحدة بس. احنا صايمين وخلقنا ضيق، حتى لو مش صايمين احنا برضو خلقنا ضيق على طول. هغطي بقى واسيبها لحد ما تستوي تسوية كاملة. كده الخضار استوى والبط استوى، هطفي بقى النار. شايفه الصوص كده او العصاره اللي نازله من البط والخضار دي؟ هاتهم بقى البط من على الوش كده. في الوقت ده انا مشغله الشوايه، هنشغل الشوايه بس. طبعا بعد ما ضفت الخضار وضفت البط ممكن ندخلها الفرن تكمل تسويه ونحمرها، بس انا زي ما قلت لك احنا خلقنا ضيق وبنستسهل،
فسبتها تاخد تسويه كامله على البوتاجاز. وبما ان البط مستوي 3/4 تسويه، فاكيد هيستوي هو والخضار مع بعض. انا حمرتها باللون ده، ممكن انت بتحبيها فاتحه انت وراحتك بقى، عايزه تغمقيها شويه برضو عيشي حياتك. هنا بقى قلبت على الطبقه اللي هي الجلد، زي ما قلت لك بقى انا بعملها كده عشان ايه بقى في الاخر خالص يبقى الجلد بقى هو اللي فوق كده، النهايه الفاينل بتاع الصينيه. هدخلها تاني تحت الشوايه، بس طبعا قبل ما تدخل هدهنها بايه، بالصوص بتاعها اللي نزل من البط. لو الصينيه دي انت عاملاها في بيتك، يا ترى هتاكلي ايه جنبها؟ رز ولا رقاق ولا عيش ولا مكرونه ولا ايه؟ يهمني اعرف رايك في الكومنتات. لو وصلتوا لحد هنا صلوا ضروري على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا محمد عليه الصلاة والسلام. انا دخلتها بقى الفرن تاني، اخدت لون حلو. شايفين بقى لون البط عامل ازاي؟ البط مستوي جدا، الخضار مستوي ومع ذلك محتفظ بشخصيته، ودي اهم حاجة. وعايزة اقولك ريحته تحفة وعجبت الولاد جدا. شايفين الخضار شكله عامل ازاي؟ ولا الصوص اللي هو العصارة اللي نازلة من البط تحفة يا بنات، تحفة. طب بالله عليك الطريقة دي سهلة ولا مش سهلة، ومميزة ولا مش مميزة؟ شفتيها قبل كده او كنت عارفاها قبل كده؟ اعتقد لا، مش هتشوفيها ولا شفتيها غير عندي هنا. ناخد بقى شوية من الصوص اللي موجود في الصينية ونرشه كده على قطع البط، ويا سلام. انا عن نفسي اليوم ده اكلتها كان عنده رواق طري، فاكلناها مع الرواق. انت بقى مش عارفة انت هتحبيها جنب ايه صراحة. شايفين لون البط ومن جوه، بصي لون اللحمه نفسها من جوه عامله ازاي. جربي الطريقه دي واعتمديها بقى في عزوماتك، هتشرفك وهتنبهري بيها ان شاء الله. كده الفيديو بتاعي انتهى. اوعي تنسي اللايك، انا شايفاكي محدش عامل لايك لسه، فيا ريت كلكم تعملوا لايك. اتمنى السعاده والخير والتوفيق والنجاح لكل الناس. هسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.